اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. وصل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاس الخلائق منذ خلقت الأرض ومن عليها وعدد قطرات الماء وعدد نسمات الهواء. امبارح طبعا حدث حاجة تاريخية كلنا كنا بنستنى مرموش يغني في بريمير ليج. بدأ فرعون جديد ظهر في الدوري الإنجليزي، والحساب الرسمي للدوري الإنجليزي كتب اللي بيجيب هاتريك في الدوري الإنجليزي 2 مصريين، هم أول 2 فراعنة مصريين يجيبوا هاتريك، مو صلاح وعمر مرموش. طبعا الهاتريك اللي جابه عمر مرموش في 12 دقيقة ونص، يعني هنبص في الدقيقة 18 تقريبا وحاجة و30 أو حاجة و40 الجون الأولاني، في الدقيقة 23 وكسور الجون التاني، في الدقيقة 33 الجون التالت، مش خلال نص ساعة زي ما الناس بتحكي في بين. لا، هو الجون الأولاني بدأ في الدقيقة 18، احسب بقى من 18 ل 33 تمام، هتلاقي 12 دقيقة 11 دقيقة وشوية 12 دقيقة هاتريك، يعني معدل كل 4 دقايق جون، 18 23 33 جون. والراجل طلعه بقى الشوط التاني، ساب الفرصة بقى للرجالة وهالاند والناس الحلوة. طبعا هالاند مبسوط جدا جدا ان وجوارديولا. طبعا مرموش بقى احساسه احساس غير طبيعي، احساسي غير طبيعي بعد الهاتريك، وهذا افضل هدف، هذا هو افضل هدف من ال3. طبعا يا جماعة كسب سيتي بقى وبدأ يظهر في الترتيب 4-0. مرموش عبر احساسي غير طبيعي عبر بقى بين سبورت بعد ما سجلت اول هاتريك في مسيرتي الكرويه. من الواضح انه ما جابش بقى في فرانكفورت والفرق اللي كانت هاتريك. منذ الدقيقه الاولى كنا في كامل تركيزنا، واشكر زملائي والطاقم الفني لاني شعرت انني جزء من الفريق منذ اليوم الاول. سعيد ب3 أهداف و3 نقاط، لدينا مباراة كبيرة بعد 3 أيام وسنركز عليها من الآن، وفي مباراة الأسبوع الجاي مع مو صلاح يوم 23. ركز يا مرموش بس وركز يا مو صلاح. أفضل هدف بالنسبة لي هو الأول لأن شعوره كان غير طبيعي، كنت سعيد للغاية وهو ما ظهر في احتفالي، وسعيد بالهاتريك وسيكون القادم أفضل. النهارده بعد ما سجلت أول هدف شعرت بأني وصلت بالفعل لمانشستر. كان هدفي هو الوصول لتلك المرحلة الكبيرة في مسيرتي، وشعرت بأنني حققت جزءا من أهدافي. سر ارتضاء القميص 22 مع منتخب مصر لما سألوا المذيع هو محمد أبو تريكة اللي هو مثله الأعلى، ودائما أشاهد فيديوهاته وشرف لي ارتداء القميص رقم 22. وأصبح مرموش أسرع لاعب مصري يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي بواقع 12. بدأ ينافس مو صلاح، بدأ في منافسة من الأول كده. وجاءت أهداف مرموش في الدقيقة 19 اللي هي بعد 18 وكسور، والدقيقة 24 يعني 23 وكسور زي ما احنا قلنا، و33 من الشوط الأول. تمام كده في 12 دقيقة يا جماعة، يعني شوفوا بقى، يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحمي. طبعا جوارديولا الصحفيين بقى قعدوا يسألوا أنت ما يبقى معاك ناس من أسرع اللعيبة في العالم، ومعاك هالاند، ومعاك كمان مرموش، يبقى انت معاك ثروة. قال له ايوه طبعا،
وكنت أنا سعيد جدا جدا إن مرموش بدأ يهدف. أبدأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سعادته بالنصر الساحق على نيوكاسل يونايتد ب4 أهداف دون رد. قال جول في التصريحات الإعلامية النتيجة رائعة والمباراة تذكرنا بالمواسم الماضية. بدأ يفتكر. هل سيمت انتظار الفرص؟ استثمر في أي وقت يفتكر. وأي مكان مع بوكيت بروكر. بدأ يفتكر. ماشي، بدأ يفتكر. تمام. بدأ يفتكر الأهداف. قال بقى إيه؟ أضاف أحمد تمرير رسائل اللاعبين. أحاول تمرير رسائل اللاعبين ولكن لا أفلح في ذلك. دائما عدلنا كثير من الأوضاع بأداء فيه الكثير من التركيز. واضح الأضواء كان خارقا للعادة. أنا سعيد للغاية ويبقى لدينا 3 أشهر في الموسم وبالتالي يمكن أن نوجد الحلول في الدوري ودوري الأبطال. وأكمل يجب أن نواجه أشرس الأندية هذا الموسم مثل ليفربول الماتش جاي اهو وأستون فيلا وكل الفرق. مرموش كان جيد للغاية. كان ممتازا ومتوهجا في الدوري الألماني ولديه الجودة والسرعة ويغتنم الفرص ويتمركز بطريقة جيدة في المواقع الهامة. حصل على الفرص في السابق ولم يترجمها الأهداف لكن اليوم اغتنم هذه الفرص. وأصبح مرموش أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي. مو صلاح بينكش مو صلاح. طبعا صلاح هيكون مبسوط له. طبعا ترتيب الدوري الإنجليزي دلوقتي ليفربول في المقدمة ب57 نقطة. بعديه لعب 24 مباراة ولسه ليه مباراة يعني متأجلة لأن هي أرسنال لعب 25 وليه 53 نقطة. نوتنجهام فورست 47 نقطة لعب 25. مانشستر سيتي بقى الرابع بعد الفوز كده ب44 نقطة ولعب 25. بورنموث طبعا الخامس في 43 وتشيلسي 43 نقطة السادس. نيوكاسل يونايتد اللي اتهزم بقى السابع وعنده 41 نقطة يعني لو كان كسب كان هو اللي نط للرابع. فولهام الثامن 39 نقطة. الجديد بالذكر ان ليفربول 24 ماتش من مش 25 فاز في 17 وهزيمة واحدة وتعادل في 6 ليه 58 هدف و23 هدف عليه ومن النقاط 57. طبعا الأهلي مباريات اليوم بقى اللي هتتلعب مهمة. ليفربول هيلعب النهاردة دي المباراة 25 بقى وليفرهامبتون الساعة 5 والزمالك مع بتروجيت والأهلي والإسماعيلي وتوتنهام ومانشستر يونايتد واليوفنتوس والإنتر وسموحة والبنك الأهلي وحرس الحدود وفاركو ولهافر ونيس. طبعا نيس عشان نشوف محمد عبد المنعم في الدوري الفرنسي. الدوري الإيطالي فيورنتينا وكومو. والدوري المحترفين المصري طبعا المقاولين العرب اللي نفسي ارجع عليه وسبورتنج وأسوان والترسانة. طبعا عايزين أي يعني أسوان والترسانة فرق عريقة ومنتخب السويس والداخلية وبلدية المحلة ونادي مباريات مهمة. طبعا الحكم الأهلي النهاردة أمين عمر هو المرة الثالثة بيقول لك اللي هو هيحكم ضد الأهلي. أمر حكم الثالثة بين الفريقين تاريخيا. الثالثة بين الأهلي والإسماعيلي المرة اللي هو أمين عمر حكم لهم يعني. أمين عمر حكم للأهلي والإسماعيلي. هيتقابلوا الساعة 7 بتوقيت مصر 8 بتوقيت مكة المكرمة أو توقيت مكة المكرمة. يعاون عمر على كل من هاني عبد الفتاح وعمر فتحي ويتواجد عاطف حسين كحكم
رابع. وعلى على الفار محمد الصباحي وخالد حسين. قائمة الأهلي ظهر فيها أسامة أبو علي وأشرف داري، واستمرار غياب عمر كمال، وتأجيل ظهور بن شرقي ممكن يظهر في مباراة القمة يبقى المفاجأة. عادة وسام أبو علي. طبعا يلعب الأهلي ضد الإسماعيلي. ظهر قائمة الفريق وسام أبو علي وأشرف داري، ويستمر غياب عمر كمال عن الأهلي بسبب الإصابة، كما تأجل ظهور بأشرف بن قلبي بن شرقي. المرمى حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى أوفا شوبير وحمزة علاء المتألق. دفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، طبعا عشان مصطفى العش واخد طرد وموقوف ومخصوم منه فلوس. رامي ربيعة، أشرف داري، كريم الدبيس. الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد رضا، كريم وليد، أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، وأمام عاشور. الهجوم حسين الشحات، وسام أبو علي، نيتش جراديشار، ومحمد عبد الله. طبعا الأهلي في المركز الثاني بعد بيراميدز فرق نقطة، لو الإسماعيلي في المركز 14 ب 12 نقطة. طبعا أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك قال طلبات والد زيزو مبالغ فيها، إنه وكيله، وهذا جديد أزمة مشلاك. كشف أحمد سامي المتحدث الرسمي عن دور لجنة التخطيط الجديدة تضم أحمد حسام ميدو وحازم إمام الكبير وعمرو الجنايني. قال سالم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورت: لجنة التخطيط تعمل على ترتيبات المستقبل في كل ما يتعلق بكرة القدم وليس إشرافا يوميا كما يعتقد البعض عن لجنة الكرة التقليدية. وعن جديد أزمة مشلاك: هناك محاولات مكثفة لحل الأزمة. ملف تجديد زيدو لا جديد والمفاوضات في وضعها الطبيعي، ليس لدي توقع محدد، أتمنى استمرار زيزو وهو أمنية اللاعب نفسه. طلبات والد زيزو مبالغ فيها، لست متدخلا مع مسألة الأرقام المطلوبة، فهذا اختصاص الإدارة، والده هو وكيله، من الطبيعي أن يبحث عن مصلحته. تولى البرتغالي بيسيرو قيادة الفريق خلف السويسري كريستيان جروس. ربنا يسهل لهم ونشوفهم إن شاء الله متألقين. وصلى على الحبيب قلبك يطيب، ونشوف الأهلي النهاردة يبقى متألق ومو صلاح يهاترك زي مرموش ما هاترك. السلام عليكم ورحمة الله. وصلى على الحبيب قلبك يطيب.